قالوا إن الفن ما بياكلش عيش ويا دوب أجرهم بيكفي مصاريف الشخصية، وكلهم لجأوا لشغل البيزنس، مطاعم وقرى سياحية ونوادي. يا ترى إيه حكاية بيزنس الفنانين وليه كلهم بيلجأوا لشغل البيزنس الفترة دي؟ كتير من الفنانين اتجهوا الفترة دي لشغل البيزنس علشان يأمن لهم مستقبلهم لو حصل لا قدر الله أي دروب في حياتهم، وتغير الحال اللي بيحصل لكتير منهم لما بقى الأضواء تبعد عنهم والأدوار والأجور تقل أو شركات الإنتاج تنساهم خالص زي ما حصل مع كتير منهم. علشان كده بيشوفوا إن البيزنس أو المشاريع اللي بيقرروا يعملوها هي السند الوحيد ليهم. من ضمن الفنانين دول عندك بسمة وهبة واللي قررت تعمل كافيه، لكن أنكرت في تصريحات صحفية إن الكافيه ده على سبيل البيزنس المعروف، ولكن ده علشان تحافظ على العادات الطيبة والروح الأسرية اللي بتجمعها مع أصدقائها اللي بتحبهم قوي، وإنها بتعتبر الكافيه ده بيتها التاني ومش مجرد مشروع بتحقق منه أرباح مادية ولا إيرادات، لأنها مش من الناس اللي بتشغلها فكرة جمع الفلوس، وإنها مش بتسمح بدخول كتير من الناس للكافيه، وده لأنها مش بتحس إنهم شبه ضيوفها اللي في الكافيه واللي ليهم طبيعة خاصة بتتميز بالرقية. أما بقى سمية الخشاب فقررت تفتح أتيليه، ولما اتسألت عن سبب مشروعها قالت ده مجرد بيزنس وهواية ورغبة حققتها لأنها طول عمرها بتحب تصميم الأزياء، وإن والدتها بارعة جدا في المجال ده، ولما لقيت نفسها بتصمم هدومها وفساتينها السواريه اللي بتلبسها في المناسبات المختلفة وبدأت الناس تسألها جايبة الهدوم دي منين، ردت وقالت ده من تصميمي. ده طبعا خلى ناس كتير تنصحها وتشجعها إنها تفتح الأتيليه، وفعلا بدأت مشروعها. أما الفنانة معالي زايد فكانت مرتبطة بشكل كبير بالمزرعة اللي بتمتلكها في الريف وبتحب تروح هناك، وده لأنها بتحس بسعادة وراحة مش معقولة. قالت فعلا إنها بتعتبر المزرعة دي بيزنس، وخصوصا ان الارض عرض ومفيش سعاده بتوازي سعادتها بجني المحصول. اما الفنانه انجي اشرف فبتمتلك محل ملابس الاطفال والسيدات في مصر الجديده، ولجأت للمشروع ده بعد ما انجبت وكانت شايفه ان الفن مش مضمون. كمان العائد المادي اللي بتحصل عليه من الادوار الفنيه يا دوب بتشتري بيه اللبس والمكياج اللي بتحتاجه للشخصيه اللي بتأدي دورها. نيجي بقى للفنانه عبير صبري واللي عندها محل ملابس للمحجبات في ارض الجولف في مصر الجديده، ده لانها حست فعلا انها محتاجه مشروع خاص يخليها ما تحتاجش لحد، وان الفن ما بياكلش عيش، والدليل ان كتير من عمالقه الفن رحلوا من غير ما يسيبوا وراهم ثروه تذكر. اما الفنانه سحر رامي هي كمان عندها مصنع للملابس بيع فيه احدث الموديلات اللي بتصنعها داخل المصنع، ومعظم زبائنها من الوسط الفني. كمان الفنان كمال ابو ريا فبيمتلك قريه سياحيه في شرم الشيخ بتشاركوا فيها زوجته ماجدة زكي، وعلى طول بيسافر هناك علشان يتابع الشغل بنفسه، ده لانه شايف ان الفن مش مضمون، وانه احيانا بيقدم عمل ولا اتنين في السنة، وأوقات مش بيقدم ولا عمل طول السنة، وعلشان كده لجأ للمشروع ده. كمان الفنان أحمد عز عنده نادي رياضي وبيعتبره المشروع الأقرب لقلبه. أما السقا فعنده معرض عربيات في حي مصر الجديدة، ده لأنه بيعشق العربيات. أحمد حلمي عنده مطعم أكل مشهور. في النهاية بقى أنتم شايفين برضو إن الفن مش مضمون؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.